حبايبي، معكم قتيبة محمد من برنامج شد يا وطن. حلقتنا اليوم يتضمن هذا موضوع نحكي مش مهم. اكيد راح نسال عليه اليوم. صار واحد يطب محل مال سبلمنت، دائما تلقاه صافي نظيف. طبعا لو المحل تساله عمو اريد بروتين، شو راح يسوي؟ راح شكله شيء نايم على قلبه يقول لك تفضل يا حلو، هذا احسن بروتين بالدنيا. صحيح. وما عنده خبرة اللاعب، أول مرة يروح يشتري بروتين، هو عبالة راح صاحب المحل يعطيه أحسن شيء وأهم شيء، ولما يستخدم البروتين خلاص هذا هو اكو سوء فهم بالموضوع. يعني اغلب اللاعبين يتوقع انه من يبلش ياخذ سبلمنتيشن يعني بروتين او كرياتين انه هذا مثل الدواء السحري، خلال شهرين ثلاثه راح يصير سوبرمان، راح يرفع وزن هائل، راح يصير على العمل. هو الموضوع ترى هو عباره عن مكمل غذائي، يعني الهدف منه هو اسمه سبلمنتيشن، يعني اكمال النقص بالتغذيه. طيب حبيبي، قبل شيء بهذا الموضوع، لما تدخل على المحل اكو الاف الماركات وانواع وبروتينات واسماء، اللاعب يدوخ ما يعرف شو يشتري، او راح يشتري شيء هو ما يحتاجه اصلا ما يحتاج. جسمه فول اوبس، يعني عنده هذا المكمل. على سبيل المثال يعني هو يشتري جلوتامين، بس ممكن هو جسمه ما يحتاج، ممكن على سبيل المثال. ولهذا اكو ناس هو يعني مش يشتري مكملات، يصرف كل شهر ورقتين $300 $400 يشتري مكملات، بس ما اكو النتيجه مبينه على جسمه. واكو ناس ما ياخذ اي مكمل بس ملتزم بالاكل، ملتزم بالاستراحه، ملتزم بالتمرين، فبحصل احسن نتائج، احسن من اللي ياخذ مكمل. احنا هذا الهدف مالنا. النصيحه لكم هو نبعدكم عن صرف الزايد والبهرجه والماركات اللي مو زينه. يعني خصنا حاجه لكم تشترون شيء يفيد ويسوى فلوسه. ضلوا وياي. ما هي اهم المكملات الغذائيه اللي جسمك يحتاجها؟ اول شيء ناخذ البروتين باودر. هذا اسم مشهور بين الاسماء الاخرى بالعالم المكملات، يعني من اهم المكملات اللي مشهوره دائما. هو لما ما يكون عندك تغذيه زين وما عندك وقت تاخذ وجبات زينه اللي يحتاجها جسمك من البروتينات، المينرالز والفيتامينات، اهم شيء البروتين باودر. يعني خلينا نقول اكمال النقص الحاصل بالاخير. صحيح. ويفضل بشكل عام احنا دائما هو الواي بروتين، لانه يعتبر ارخص شيء، اضافه الى انه سريع الامتصاص، مو مثل باقي البروتين. طبعا احنا عندنا موضوع كامل عن بس البروتين باودر، راح نحكي ان شاء الله بحلقات مختلفه نغطي كل الجوانب للموضوع، حتى تصير فكره كامله عن البروتين، مش تشتري يا نوعيه احسن. طبعا راح يحصل اختلاف. المكمل الثاني اللي بنحكي عليه هي الكرياتين. الكرياتين هي واحد من اهم المكملات الغذائيه اللي يستخدمها اللاعب، وهي موجوده اصلا بجسمنا، لكن الاستجابه للشخص للكرياتين يختلف من جسم الى جسم حسب نوع الجسم اللي معك. صح. وهي عندها انواع. اي انواع، اللي هو من اشهر المونو هايدريت اللي هو ارخص نوع، يمكن يعني اغلى نوعيه بيهن هو احسن نوعيه، يمكن 25,000 نوع. وبعد عندنا مكمل اخر يستخدمونه كطاقه، البيتا الانين نيتروكسيد. هذا بيتا الانين والارجينين يعني. اي صح. هو نقدر نقول يعني النيتروكسيد الحاله الثانيه للارجينين بعد ما يتحلل الجسم يصير يتحلل نيتروكسيد بالتحاليل الكيميائيه، يعني مو بس يعني ارجينين بس بالجسم يتحول، بس هو الاساسي الارجينين. يستخدمون اللاعبين كمصدر للطاقه والقوه وتدفق الدم وتحمل زياده التمارين والقوه مال الأصابع. يعني اخر خلينا نقول اخر دفعات، انه تحصل اخر دفعه تقدر تكملها من تاخذ النيتريك اوكسيد اللي هو قلنا ارجينين. هو طبعا كل مشروبات الطاقه اللي نشتريها يعني لازم فيها نيتريك اوكسيد، ويضيفوا لها طبعا كافيين وبعض الاملاح حتى لتحسين الاداء، يعني عمل التعرض. هو يعني يعطيك نتيجه
اكثر على مود يعني تبقى تتمرن. هو ليه هو خاصه الارجينين صح. لانه يوسع الاوعيه الدمويه فاكيد راح يصير يزيد تدفق الدم ويزيد تبادل الاي تي بي والاي تي بي اللي قلت عليه ويقلل اللاكتيك اسيد لانه هو حيصير دراين سريع شغل العضله. والمشكله الوحيده اللي بهذا السبلمنت اللي هو من داخله تصير اكو مثل الحكه يعني صح. الجسم وهذا سبب الارجينين وتوسع الاوعيه الدمويه الشعريه اللي موجوده في الاطراف. المكمل الرابع اللي راح نحكي عليه البي سي اي، احد اهم المكملات الغذائيه للاعبين خصوصا الذين يريدون تنزيل الوزن او مال تنشيف. البي سي اي برانش تشين امينو اسيد، ثلاث احماض امينيه الجسم ما يقدر ينتجها بنفسه، على مود هذا ناخذها بشكل سبلمنت. هو عنده شغلين بشكل عام، اولا خلينا نقول يوغا مثل البادي لما مو جسم ينشف راح يقوم يدور بروتين سينثيسيس فما حيقدر راح يشكل على العضله ياخذ منها اسهل، فهو يوقف يقول له لا هذا يا جماعه النتيجه مضروبه. هو كمان يعني ينتج احتياج العضله 40% من احتياجات العضله. اضافه شغله ثانيه اللي هو يكمل الاواصر يعني خلي نسهلها اكثر. لما تاخذ انت بروتين مثلا بروتين باودر او بروتين سمك او بالاكل هو يحسن من قابليه امتصاص كل البروتين اللي اكلته. صح. يعني حتى يكمل اواصر. يعني ممكن مرات انت تاكل اكله كل 100 جرام بها 20 جرام. خلينا نقول لا الدجاج خلينا نقول 27. لا 27 جرام لا دجاج. جسمك ايش قد يطلع بروتين؟ يجوز يطلع منها 10. صح. بس انت من تاخذ بي سي اي لا احتمال 27 او 26 او 25 يعني صح والله يعني ممكن لا بس راح يحسن من قابليه الامتصاص احتمال تحصلها كلها. ونقطة أخرى إذا حكيت عن الإصابة ولما تروح في التمرين مرات ما تقدر تروح للتمرين 3 أيام أو 4 أيام ما يخلي الجسم العضلة ينزل. يعني هذا نقطة مهمة. مثل ما قلنا أول يعني نوقف يعني ما يخلي العضلة. صح. بودي جارد. بودي جارد. راح نسميه بي سي اي بودي جارد للعضلة. طبعا وهي البي سي اي هي نقطة وأنا حاطيها لأنه فيها تقريبا نفس العمل في نقاط بسيطة اللي هو الجلوتامين. الجلوتامين أحد الأحماض الأمينية الجسم يقدر ينتجها بنفسه. كان أكو اي هو هذا الفرق عن البي سي اي. كان أكو فكرة أو حكي يقولون إن الجسم ما يقدر ينتج الجلوتامين، لكن هسه مبين الجسم يقدر ينتج الجلوتامين. الجلوتامين لها فوائد كثيرة للعضلة وللاعبين خصوصا الريكفري. هو سرعة الاستشفاء. سرعة استشفاء العضلة. عشان أكون معلومة يقول المرضى اللي عندهم عمليات يعني كبيرة كبرى الدكاترة كانوا يعطوهم الجلوتامين على مود استشفاء سريع. حتى يصير يعني الكفر للعضلة ولكل شيء يعني يساعد على. والسبلمنت الأخير اللي دائما يحصل للرياضي عن فكرة بشكل عام أو ما حد يشتري تقريبا عندنا شغلتين. واحد هو مالتي فيتامين والآخر اللي هو الفيش أويل على مود يزيت المفاصل اللي هو للعناية بالجوينتس. والمالتي فيتامين اللي هو من ضمنه الأوميجا 3 والمالتي فيتامينز. المالتي فيتامينز هو الجسم مش قد ما يحتاج من البروتينات والأحماض الأمينية يحتاج الفيتامينات على مود صحة العضلة. صحة الجسم بشكل عام العظام كل شيء. هو حتى الفيتامين يعني داخل عملية الهرمونات الحافز الهرموني مثلا الزنك هو الحافز الهرموني التستيرون. على مود هذا احنا عرفنا الفيتامينز على مود المكملات الأخرى ما نعرف الفيتامينز هي أحد من أهم المكملات اللي المفروض يشتروها الناس. صحيح بس من ثلاث محلات السبلمنتيشن يعني خليت لي ان نوع الفيتامين او لاحظت لما تسال اللي اول محل يقول لك ما تسال عليها اصلا بس الابطال اللي واصلين مرحله علميه بهالموضوع تلقاهم يداومون نفسهم قوي رياضيين. صح. واكو عندنا واحد اكو بعض المكملات الناس وايد تشتريها طبعا اللي هي من ضمنها الفات بيرنرز بس احنا ما جبنا ذكرها لان هو احسن فات بيرنر بشكل عام هو شاي اخضر او ما مستخلص منه. البقيه احنا ما ننصح به لان انت من تتمرن كارديو زين ما اتوقع راح تحتاج فات بيرنر. هو كمان الدوس هو الدوس يعني هو حارق ونشر فات بيرنر. الفات بيرنر الطبيعي الدوس هو اللاعبين لما عندهم بطوله للتنشيف لازم يكون بداية التنشيف مالهم يوميا ما يكون اقل من 30 جرام دوس. فاذا يعني موضوع الفات بيرنرز الناس وايد تركز عليه
تصرف فلوس هوايه عليه، واسماء طبعا مشهوره، بس هي من اهم مشاكلها طبعا اللي دائما يقول لي هي تسوي كهذا، يعني لو اسم كلش مشهور والناس دائما دعايات عليه وهذا كلها تقول الاصلي، ما عرفنا الاصلي وين وقول الاصلي، بس هو طبعا كلها فيها مشاكل، يعني مشاكل للصحه. وهاي المكملات المهمه الخمسه اللي المفروض انت تشتريها، غيرها حاليا ما تحتاجها. طبعا يبقى انت اذا عندك ليفل واصل مرحله معينه، طبعا هذا شخص كل شيء مالته يختلف. هواية امور اضافيه راح تنضاف او امور ما راح تحتاجها، بس احنا نحكي جنرال، انت كلاعب يعني بيجنر او انترميديت. صح. هسه اليوم احنا حكينا عن المكملات الغذائيه بشكل عام، لكن بالحلقات القادمه نكون ويانا راح نحكي بكل بروتين بالنوعيه وبالشركه وبالجوده وخلاصه الموضوع. هي راح تسوي ريفيو كامل على كل سبلمنت من ضمن البروتين او الكرياتين، شنو احسن نوعيات موجوده حتى بالسوق ممكن، يعني احسن طريقه الاستخدام. طبعا يعني ايش قد الدوز، ايش قد تاخذ باليوم، يعني مثلا بروتين ايش قد تاخذ باليوم، وش وقت احسن وقت لهذا الموضوع. ضلوا ويانا. لا تدوسوا نيكست.